وهاد الحمالات ديال الحراره ضروري ما يكونوا عند كل سيده في المطبخ ديالها، زوينين بزاف، عندهم عده الاستعمالات. اهم حاجه كيحميو لك يديك من الحرق، لا الفران ولا الطنجره ولا واللي زوين فيهم. يعني ممكن تستخدميهم هكاك للهزان، كيف ما ممكن تستخدميهم حتى من كتبغي تحطي شي مقيله ولا هكا شي طنجره سخونه ولا اي حاجه. المهم هكا كت كتحطي عليها. المهم عندهم عده الاستعمالات صراحه زوينين بزاف، ينفعوك الفران الطنجره بزاف د الحوايج. دوزو لطريقه الفصاله الخياطه. كي كتشوفوا انا هنا درت هذا الباطرو على شكل قليب، نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو، تفاحه نقاصه، ديروا الشكل اللي بغيتو راهم تيجيو. صافي هنا غادي ناخذ كيف قلت لكم باطرو. انا درت باطرو بالخنشه، ممكن ديروه بورقه ولا بشي كرتونه ولا باللي بغيتو. صافي تندوزو مباشره داك الساعه كنحطوا داك الباطرو هكايا على اللي كنكونوا رسمنا على الثوب من الاحسن تكونوا تانيينو على جوج باش هكا كتفصلوا جوج في واحد. صافي هنا غادي نحتاجو كل قليب كي شفتوا كل حماله وحده غادي نديرو فيها 4 القطع الثوب، حيت حنا عندنا الغرض جينا نبطنا باللاواط باش هكا تحميك من الحراره. صافي ها نتوما كناخذوا هنا داك القليبات كنحاولوا نقادوهم مزيان. هنا مثلا انا عندي 4 القطع، يلا غيديروا لي وحيده، عاوتاني غادي نفصل الجهه الاخرى فيها 4 باش نديروا جويجات، باش كنديروا وحيده في هاد اليد وحيده في اليد الاخرى. كندوز كنرفد قطعه من داك الثوب كنحطو على اللاواط وكنفصل. بالنسبه للاواط غادي نحتاجو وحده في جوج، يعني غنحتاجو كل وحده فيها جويجات. المهم انا راني مفصله جوج اخرين، غادي نزيد غير جوج، حيت كل جوج القطع كيرفدوا لينا وحيده د اللاواط هكا في الوسط. وهذا اللاواط هذا راه عنده دور كبير في هاد الاكسسوارات الصغار ديال المطبخ، ضروري باش كيحميو لينا كيجيو مبطنين، لا دوك البراد لا هادي لا هاد البلاطو ولا بزاف ديال الحويجات كيتخدموا بهم هادوك الاكسسوارات الصغار. صافي ها نتوما كنثبتوا كل جوج القطع فيهم وحيده في الوسط ديال اللاواط، نثبتوها ضروري بالبانكا باش ملي كنكونوا كنخيطوا ما تزهقش لينا القطعه التحتانيه ديال الثوب وتعواج هكا، خصني يجيونا مقادين. ها نتوما دابا هادوك اللي ملي شفتوا درت جوج، يعني في وحده غادي ندير عاوتاني، حيت وحيده كتجي من التحت وحيده هي اللي كنديروا على الوجه من الفوق. وغتشوفوا الطريقه ديال الخياطه كيفاش غادي نديروا لهم ان شاء الله. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير، يكون الشرح واضح وتستافدوا. صافي غندوزو ان شاء الله للطريقه ديال الخياطه. ها نتوما عندي 4 غادي يديروا لي جوج، كل جوج في واحده. صافي ها نتوما غادي نبدا ندير الخطوط. ضروري هاد الخطوط هادو باش كنثبتوا اللاواط مع القطع ديال الثوب وكيعطيونا حتى واحد الشكل زوين. غير هو حاولوا ديروا دائما الخيط يكون في اللون ديال الثوب اللي كتخدموا به باش هكا كتجينا فينيسيون نقي وزوين. انا هنا وراه تسالى ليا الخيط ديال داك الكري المغلوق شويه، بقى لي داك المفتوح، المهم معليش راه غادي معاه. وهذا وحاجه اخرى حتى داك البي اللي غادي نخدموا به، هذا علاش كنقول لكم البنات دائما داك البي راه مهم في هاد الاكسسوارات الصغار، احسن من السينتا. انا كنخدم دائما بالبي، واخا راه اليوم عندي داك البي غير في المارو. هو فاش كيكون لون في اللون كيجي صراحه شي حاجه زوينه. هانتوما كان من بعد ما دزت معاها بالخطوط من الوسط، دزت معاها من سنتيم من الجناب الخياطه ضروري باش كنثبتو، وكنفينيوها من الجناب هكا بالمقص، كنحيدو كاع داك الزوائد باش من نكونوا كندوزو البي كتكون البياسه رقيقيه وزوينه، وكيكون داك الحرف ديالها رقيق، يعني كتحشى لينا فيه البي. هذا هو الدور ديال دوك الجناب. صافي كذلك خيط الاولى الجهه الاخرى عاوتاني حتى هذه هي الطبقه اللي غتجينا من الفوق، ولكن غنقسموها على جوج، ما غاديش تبقى هكا صحيحه، انما خصنا تنفينيوها حتى هي بحال الاخرى، عاد نقسموها. ندوزو معاها حتى هي من جناب الخياطه، نحيدو لها هاد الزوائد دائما، حيدو داك الشيء اللي كيكون خارج هكا على الخياطه كيف قلت لكم باش ما كيجيناش غليظ هكا في الخدمه. وضروري باش تجيو تدخلوا البي راه ما حيدتوش هاد الشيء هذا راه ما غتجيكمش الخياطه مزيانه وما غيدخلش لكم اصلا، حيت البي تيكون رقيق شويه. صافي تنيتها على جوج، نتوما قدوها مزيان، شدوها بالبانكا هكا باش ما تجيناش جهه اكثر من جهه، وكنقسموها من الوسط، نعاودو نثبتوها من هنا بالخياطه، نحيدو عاوتاني داك الزوائد بحال هكا، حيت غادي ندوزو حتى من هنا البي في الوسط، كذلك الجهه الاخرى. وعاد كنثبتوهم مع بعضياتهم تنخدموا لهم هذا الوسط هذا بالبي. وطريقه البي نتوما كيف كتشوفوا راه ساهله، يعني هو تيكون متني على جوج، كنفتحوه كنديروه وسط من كنديروا وسط منه هذاك الحرف، وكيمشي خياطه وحده كتمشي كيتخيط لنا من الفوق ومن التحت، تجي فيه خياطه نقيقيه وزوينه. كذلك الجهه الاخرى.
هنا غادي ندير ديك التعليقه منين نعلقوا هاد القليب، حيت هادو ملي كتسالي بهم تعلقيهم هكا في الحيط باش يبقاو لك دائما نقيقين. انا غادي ندير تعليقه من البيي، وكنجيبوا دابا داك النصاص وكنحطوهم فوق من ديك الجهه التحتانيه بحال هكا. نجيبوا دوك الرويصات ديال القليب هكا ونلاقيوهم من هنايا. بغيتو تجيبوهم محلولين جيبوهم، المهم نتوما في الاختيار ديروا الشكل اللي يعجبكم. الا بغيتو زعما دوك النصاص يجيو بعاد على بعضياتهم ديروهم، بغيتو يجيكم بحال هكا لاقيوهم من التحت ولكن من الفوق ضروري تحلوهم بحال هكا باش ملي كتحشى اليديده ديالكم. وكنجيبوا ديك التعليقه كنثبتوها دابا كندوزو معاها بالخياطه حتى هي، ولكن كنردوها لتحت نثبتوها حتى هي بالبانكا بحال هكا. شفتوا صافي. وغادي نجي دابا القنوت وغادي نثبتهم مع بعضياتهم بالخياطه. ضروري كنثبتوا هذوك النصاص ديال القليبه هكا من الفوق مع التحتاني، ونحيدوا عاوتاني الزوائد. المهم دائما حنا كنخيطوا حنا كنقيو هكا من الجناب. دابا عاد غادي نديروا الفينيسيون ديال البي اللي غادي يجمع لينا كلشي غنفينيو به هاد الحمالات هادو. هاد الحمالات كيف قلت لكم البنات راه ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو، راه كيجي على شكل دائره. ديروا بحال الشكل دابا اللي كندير انا نفس الطريقه. ديروا الدائره الاولى والفوقانيه خيطوها وعاودوا قسموها من الوسط كتجي على شكل دائره. ديروا بحال شكل التفاحه، ديروا بحال اللي بغيتو على شكل قليب بحال هكا. كيجيو بحال هذيك المربع بحال اللي كنت كفايت لي تشاركت معاكم. كيجيو بحال ديك السليله ديال الثومه وهما على شكل بحال هكا تايبوا زوينين. كيكونوا دايرين بحال شكل الجويبات هذوك كنستخدموهم عاود بزاف في الكوزينه. المهم انا كنعطيكم الطريقه وانتم عاود بدعوا من عندكم. صافي هانتوما ملي كنثبتوا هذوك الجناب كاملين كندوزو عليهم بالبي كنعاودو نطلعوا ديك التعليقه الفوق وندوزو معاها بالخياطه باش كتثبت لينا كتجي واقفه بحال هكا. شفتوا هانتوما كيجيو زوينين. كتحشي يدك وتهزي بحال هكا. صراحه كينفعوا بزاف. طنجره الفران المقله تحطيها وتحطي عليها شحال من حاجه. تجبدي بها من الفران هكا من الداخل. صافي ندوزو للطريقه هذا الثانيه باش هكا يكون تفهموا اكثر. هنا راني كنت خيطت بحال اللي خيطت في الاول ديك القطعه الاولى. هانتوما كنقسموا هذيك القليب الفوقاني على جوج. داك اللي كيجينا من الفوق كنديروا له البي هكايا من الحروف. نديروا ديك التعليقه عاوتاني. هاد التعليقه ممكن ديروها من البي، الا بغيتو ديروها من الثوب ديروها. صافي نجيبوا دابا القطعه الكبيره كنثبتوا عليها دوك النصاص بحال هكا بعدا. لاحظوا هذا غادي نديروا غير الشكل ديال الاول كيف قلت لكم. ها نتوما هذا غنبعدوا شي شويه. المهم نتوما لعبوا على هاد النصاص هادو اللي من الفوق، لعبوا على الشكل اللي بغيتو. بغيتو تبعدوهم بحال هكا بعدوهم، بغيتو تقربوهم من التحت ومن فوق تبعدوهم. المهم ضروري يجيو بعادين شويه هكا من الجهه الفوقانيه. غير من كان نحشيو يدينا هكا كيتحلوا لينا وصافي. صافي ونثبت هذيك التعليقه عاوتاني وندوزو بالخياطه من الجناب هكا باش كنثبتوا هذوك القطع بجوج بحال هكا. حيدوا البانكات دائما. حيدوا عاوتاني هاد الزوائد اللي تيكونوا في الجنيبات. وعاد نجيبوا البي ونفينيو به القطعه ديالنا. هادو حتى هما البنات ديروا بهم مشروع اللي بالنسبه للبنات اللي تيخدموا هكا دوك الاكسسوارات ديال المطبخ. كنخلطوا دائما كنوعوا. بحال اللي تشاركت معكم هذا الاسبوع راه حطيت معكم هذيك ديال البراد بليصه وديك ديال البراد مع ديال الثومه ديال البريكه هادي. وكنخلطوا مع دوك ديال الثلاجه وهذوك الطبقه ديال الخبز. كنديروا هادي وهادي باش لما تمشاو هادو كيتمشاو هادو. والحمد لله كلشي كيتمشى. غير المهم كتنوعي. كل ما نوعتي تنتي كيبقى يعجبك داك المشارع ديالك هكا كيكون منوع. والناس كلها وشنو كتبغي كلها وشنو كتدي. صافي هانتوما كنثبتوا عاوتاني هذيك ملي كنسالي كنرجعوا هذيك التعليقه الفوق ونثبتوها. وهنا تنكونوا سالينا. غير انا هنا غادي نزيدهم واحد البابيو. هذوك البابيو انا دائما كنديرهم في الاكسسوارات المطبخ ديالي كيجيو زوينين وكيخفيو لينا حتى ديك الخياطه ملي كنكونوا بدينا وسالينا ما كتبقاش باين ملي بديتي وساليتي. وغتشوفوا كيعطيو واحد الشكل زوين. ها نتوما شوفوا شفتوا كيجيو زوينين.
هانتوما دزتهم هاد البابيو هادو، البابيو راه فايت لي تشاركتهم معكم حتى هما، غير كل ما كانت القطعه كبيره ولا صغيره كنديروا لها البابيو قدها بحال هكا. شتو كنعلقوهم، كنبغيوهم كنجبدوهم، كنحشيو يدينا بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، خليوا لي دعواتكم ولايكاتكم، وإلا بغيتوا شي حاجه خلوها لي في التعاليق نشاركها معكم، مرحبا، ونخليكم على خير. السلام عليكم ورحمه